ليه دايما بنلاحظ ان الكتب المترجمه افضل بكتير جدا من الكتب العربيه، وان الكتب المترجمه بتلاقي فيها محتوى وبتلاقي فيها افكار احسن من اللي موجود في الكتب العربيه الكتير اللي موجوده حوالينا؟ هل فعلا احنا وصلنا لمرحله ان احنا حتى مش قادرين نفكر ولا نكتب زي العرب؟ بس في الاول قبل ما نبدا نتكلم خالص، لو انت معترض اصلا مع فكره ان الكتب الاجنبيه او المترجمه بمعنى اصح مش كويسه او الكتب العربيه احسن منها، فانا اتحداك تحدي بسيط ان انت تنزل تحت في الكومنتات وتكتب لي 5 كتب عربيه انت شايف ان هي وحشه و5 كتب مترجمه انت شايف ان هي وحشه. هتلاحظ ان انت بتاخد وقت طويل جدا عشان تفكر في 5 كتب مترجمه كانت وحشه وما عجبتكش، وده يدل على الحقيقه اللي احنا قدامها. وتعالى نتكلم عنها ونعرف ايه سببها. بص، احنا لو بدأنا الموضوع من الاول كده انت ممكن تاخده لسكة ان احنا ما بقيناش بنعرف نكتب، وان احنا ما بقاش عندنا ثقافة، وان احنا بقى عندنا مشاكل في الجيل دوت والحاجات اللي زي كده. وانا لو خدته في الطريق دوت انت هتتبسط جدا بالفيديو، هتعمل له شير كتير، لان احنا انت كل الناس دلوقتي عايزة توصل معلومة ان احنا خلاص الدنيا بتخرب، وان احنا ما بقيناش كويسين، وان احنا محتوانا بقى وحش، وان احنا ما بقيناش بنفكر والحاجات الجميلة دي كلها. بس للاسف انا مش هاخدها في الاتجاه ده. انت ممكن تاخدها في الاتجاه دوت لو انت عايز، بس انا هاخدها في اتجاه تاني منطقي يخليك تفكر في الموضوع بشكل مختلف وتركز معايا وتعرف ان الموضوع ملوش علاقة بمين احسن ومين اوحش. خلينا ناخد مثال بسيط. ايه الكتب العربية اللي اترجمت للغات تانية واتنشرت في الخارج؟ هي الكتب اللي حصلت على بعض من الجوائز المهمة او اللي لاقت انتشار كويس بينا. ده معناه ايه؟ معناه ان انا باخد الكتاب اللي فعلا فيه محتوى كويس او اللي اتنشر بشكل كويس، عشان انا عايز كدار نشر او عايز كحد هياخده يترجمه، انا عايزه يتباع، مش عايز اترجمه لمجرد ان انا بنقل ثقافه وبس. انا عايز يتباع ويجيب فلوس، فهاخد حاجه كانت كويسه في بلدها انقلها عندهم في بلدهم. فديت الفكره برضو اللي بتطبق من الناحيه التانيه. الكتب الانجليزيه بيتنشر منها ملايين في السنه، يعني مش عارف ملايين ولا لا، بس يعني ممكن نقول ملايين في السنه. وطبعا في كتب منها كتير جدا بتكون ملهاش لازمه، وكتب كتير منها بتكون وحشه. وفي بعض الكتب اللي بتبقى موجوده عندنا اصلا هنا بالانجلش ما اترجمتش، وبتلاقيها ان هي وحشه وان ما حدش حط مجهود في ان هو يترجمها. ليه؟ لان المترجم دوت لما بيبقى عايز يترجم بيبقى عايز يترجم علشان يكسب فلوس، فبيدور على كتاب كان قيمته وفكرته كويسه وقيمته وفكرته تستاهل الترجمه، علشان لما ياخد الكتاب دوت ويدفع حقه للكاتب، وبعد كده يدفع حق مترجم، وبعد كده يدفع حق نشر وتسويق، الكتاب دوت يتباع. فالكتاب مش هيتباع غير لما الكونتنت بتاعه يكون كويس. وده بيخلي معظم الكتب المترجمه بيكون الكونتنت بتاعها كويس، لان دار النشر خايفه ان تنشر كتاب الكونتنت بتاعه وحش وتدفع فيه كل الفلوس دي، وفي الاخر تلاقي ان هو ما اتباعش بشكل كويس. يعني بمعنى اصح الموضوع مش فكره كتب كويسه قصاد كتب وحشه، لا، الفكره ان انت بتقارن الكتب كلها العربي قصاد صفوه الكتب الانجليزي. يعني انت مش بتاخد احسن كتب عربيه موجوده تقارنها قصاد احسن كتب انجليزيه موجوده، او كتب يعني اجنبيه موجوده مترجمه، او انت مش بتاخد كل الكتب العربيه قصاد كل الكتب الاجنبيه وتقارنهم ببعض. فبناء عليه المقارنه ديت مقارنه مش عادله. يعني ما ينفعش ان انت تقول ان المترجمات احسن من العربي فبناء عليه الناس اللي بره احسن مننا او احنا احسن من الناس اللي بره. دي مقارنه ما تنفعش. بس انت ممكن تستفاد من المقارنه ديت على فكره بان انت تقرا مترجمات زياده. ليه؟ لان انت بتبقى ضامن اكتر ان الكتب المترجمه ديت هيكون حاجه متعوب عليها، فهتكون حاجه المحتوى بتاعها افضل. حته صغيره نسيت ان انا اقولها في الفيديو، وهي فكره معضله الناجي. معضله الناجي ديت باختصار عشان نشرحها باختصار لو انت ما شفتهاش يعني قبل كده عند الدحيح. فهي كان ايام الحرب العالميه الثانيه النازيين كانوا عايزين يقووا الطيارات بتاعتهم، فكانوا بيعملوا التحاليل بتاعتهم ازاي؟ ان هم بيشوفوا الطيارات اللي راجعه ديت اتضربت فين، وبيبداوا ان هم يقووا الاماكن دي. لحد ما طلع عالم وهو اللي اكتشف الموضوع يعني، وقال لهم ايه: الطيارات اللي اتضربت في الاماكن دي ورجعت يبقى ديت الطيارات القويه، وديت الاماكن القويه اللي المفروض ان احنا ما نعدلش عليها. احنا المفروض نعدل على الاماكن التانية اللي ما اتضربتش فيها، علشان غالبا لما بتتضرب فيها بتموت. ودي نفس الفكره اللي ممكن نطبقها على القصه بتاعتنا بقى او موضوع الكتب. انت بتقارن الناجي او اللي جاي من الحضاره دي او اللي جاي من بره، يعني ما انا صح ليها الكتب المترجمه، بتقارنها بكل اللي موجود عندك، لان انت بتفتكر ان دوت كل اللي موجود بره، مع ان دوت مش كل اللي موجود بره، دوت اللي نجا من بره وجالك هنا. فعشان كده المقارنه ديت ما تنفعش ان هي تبقى صحيحه يعني. ماشي يا عم يوسف، يعني انت كده بتقول ان مفيش اي لوم علينا خالص وان احنا ما عندناش اي مشاكل في المحتوى بتاعنا؟ هو في مشكله بس مش اللي في دماغك خالص. ايه المشكله؟ ان بره معظم الكتب، او نقول 50 يا سيدي حتى في المية من الكتب اللي بتتشهر بتكون كتب تستحق الشهرة، كتب فعلا فيها محتوى، كتب قدمت فكرة جديدة، كتب بتتكلم عن
لو هو كتاب بقى مش رواية يعني، بيتكلم عن حاجة ثورية أو فكرة مختلفة أو حاجة ما اتكلمناش عنها قبل كده، أو بيناقش موضوع من وجهة نظر مختلفة. فالكتب دي بتتشهر لأنها فعلا تستحق الشهرة. احنا المشكلة عندنا دلوقتي ان الكتب بتتشهر بناء عن ايه؟ بناء على ان هي قصص فانتازيا او قصص رعب، قصص فانتازيا او قصص رعب. ما اعرفش في رومانسي بيتشهر ولا لا، بس اللي انا معظم اللي انا بشوفه فانتازيا ورعب، فانتازيا ورعب، وبيبقوا معظمهم نفس الحاجه بتعاد تدويرها. فاحنا عندنا جزء من المشكله، وهو ان احنا بنختار حاجات متكرره نشهرها، والحاجات اللي بتبقى كويسه ما بتتشهرش بالشكل الكافي اللي يخليها تظهر للناس اكتر. فده عيب، بس مش عيب في الكتابه، لا عيب في الذوق العام، نقدر نقول كده يعني. ان الذوق العام عندنا بقى فيه نوعا ما مشكله. وده دور الناس اللي بتعمل ريفيوز، ان هي تقرا حاجات مختلفه ما اتقرأتش قبل كده او مش مشهوره، وتشوف لو هي فعلا كويسه تحاول بقى ان هي ترشحها للناس. يعني انت دورك ان انت تشوف كتاب مش مشهور قوي تقراه وتقول للناس ان هو كويس وهتستفادوا منه، فبناء عليه تحول الذوق العام شويه وتخليه بص على الكتاب ده. مش هتحوله بشكل كامل طبعا، هنفضل برضو في الفانتازيا وفي الرعب ان هم مشهورين، بس حط جنبهم روايه فيها مغزى، حط جنبهم كتاب بيتكلم عن حاجه مهمه. ده هيحسن معانا الدنيا، ده هيخلي الفكره بتاعه المنافسه ديت تتساوى شويه. ان انت لو جيت تشوف كتب مشهوره عربيه هتلاقي ان بقى الكتب المشهوره العربيه بدات ان هي يبقى فيها حاجات كويسه فعلا تقدر تقارنها مع المترجمات اللي بتيجي من بره. يعني المشكله فينا برضو، بس بنسبه مثلا 30% ل 70% او 80% ل 20%، اللي هي نسبه بسيطه. مش فكره ان احنا الكونتنت بتاعنا كله بقى وحش وان احنا ما بقيناش بنفكر وما بقيناش بنعمل مجهود زي كده. الفكره التانيه اللي هي بتاعت ان انت مش بتفكر ومش بتعمل اي مجهود والحاجات دي، فكره تبان ان هي لذيذه وان اي حد ممكن ان هو يستغلها ويقول انتوا جيل مش عارف ايه وانتوا كذا وانتوا كذا، او احنا خلاص بننحدر واحنا في نهايه الزمان والحاجات دي كلها. وهتبقى فكره حلوه جدا والناس هتتبسط بيها، بس للاسف الفكره ديت حاليا مش صح. هي الفكره كلها بتبقى باخد حاجه حلوه جدا بقارنها بحاجه موجود منها كتير. خد الحلو قوي من هنا وخد الحلو قوي من هنا وقارنهم ببعض. ممكن ساعتها برضه نتغلب في المقارنه دي، الله اعلم. بس احنا لسه ما عملناش المقارنه دي. اعمل المقارنه ديت وشوفها، لو لقيت فعلا ان انت حتى الحلو من هنا بيغلب الحلو من هنا يبقى احنا فعلا انحدرنا. ما بيغلبش وان هما متساويين او احنا كمان اعلى يبقى احنا احسن. كانت فكره الفيديو النهارده، واتمنى لو وصلتوا لاخر الفيديو يعني ما تنسوش انكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه، علشان في فيديوهات تانية هتنزل في المواضيع اللي زي كده. وكمان هننزل فيديوهات بقى ترشيحات لفتره المعرض، والفيديوهات قراءات السنه، هنتكلم عن قراءات السنه كلها وايه اللي كان حلو فيه وايه اللي كان وحش، وارشح لك شويه كتب مفيده تقدر ان انت تقراهم وتستفاد بيهم اكتر من الكتب المشهوره اللي موجوده حاليا. يلا اشوفكم في فيديو جاي.